صاحب دوري الابطال بيبدا مشواره النهارده قدام مارسيليا في فوز صعب جدا في ماتش كان بطله الاول هو رولي حارس مارسيليا، اللي بشوف ان من غيره الريال كان هيخلص الماتش بدري بدري، لكن امبابي بينقذ الريال من تعادل كان هيفرضوا عليه ديزيربي في قلب البرنابيو. وبالمناسبه ديزيربي عمل ماتش كبير جدا النهارده، وشفنا في الشوط الاول ضغط عالي ولعب من لمسه واحده وهجمات متتاليه لريال مدريد، ولكن من اول هجمه مرتده مارسيليا طلع بيها قدر ان هو يسجل ويخطف التقدم عشان يجي بعد كده رودريجو يكسب ضربه جزاء. ورودريجو ده اللي يعني قصه تانية، مش عارف ازاي عايزين يمشوه، يعني فرده تقيله قوي في الملعب، كان عامل شغل عالي قوي في الشوط الاول وقدر انه يكسب ضربه جزاء امبابي بيسجل منها التعادل. بعد كده بيجوا في اخر الماتش ومبابي بيقدر يسجل الجون الثاني من ضربه جزاء عشان يكسب الريال. ماتش صعب جدا في بدايه مشواره. ونقطه كمان عايزين نفهمها برضو، ليه للماتش الثاني على التوالي ريال مدريد بيطرد منها لاعب وبتلعب ب 10 لعيبه، ماتش في الدوري والنهارده قدام مارسيليا؟ في حاجه غريبه جدا، ويعني لقطه ما تطلعش من كارفاخال، المفروض لعيب كبير وخبرات، قدر حارس المرمى ان هو يستفزه، خرجه من تركيزه، خلاه خد كارت احمر. ولكن بنشوف النهارده الريال بيكسب فوز صعب، ضربتين جزاء، الهجمات الكتير اللي هو قدر يعملها والاداء القوي اللي قدمه. ولكن هل هيكون موسم عودة الريال، ولا هيكون لسه الريال محتاج شغل كبير عشان يقدر يرجع في ليالي الابطال لا مثيل للريال؟